الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. كما رأيتم أيها الأفاضل في المينياتير أن شابا مغربيا يسمى نور الدين يعيش في الأمريكان، وكان هناك ينتهج منهج أهل الإلحاد، فكان على هذا الحال. والمشكلة أنه كيف ختم له؟ يا لله، كيف ختم له؟ قصة مذهلة مدهشة صادمة للغاية، إذ يقول رب سبحانه: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ويقول رب سبحانه: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هذه قصة مؤلمة جدا، وفيها فوائد وفيها نفع للأمة لهذا الشعب. كان على ما سمعته من النكران والجحود لخالق الوجود سبحانه ذي العظمة والكبرياء والجود، إنه جواد كريم رحيم ودود غفور حليم. كان يدعي أن هناك لا إله وينكر كل ذلك، ويقول بمصائب كثيرة. لكن المشكلة في رمضان هذا الذي مضى، كما نشر ذلك في المواقع والأخبار التي تجري في هذه الوسائل التواصلية، وانتشر هذا بشكل كبير وقال به الكثير، كما تشاهدون وتعرفون أن في رمضان كان يستهزئ بالصيام ويأكل رمضان ولا يبالي، بل هو يدعي أن هناك لا إله لا دين لا غير ذلك. معروف أيها الأفاضل كيف يتعامل أهل هذا النوع والعياذ بالله من الفكر الخطير الهدام، كيف يتعاملون. في رمضان استهزأ، لكن آخر ما ختم له به وآخر ما تكلم به شيء مذهل. في ليلة القدر قال: أنا الآن سأصوم ليلة القدر. يقول: أنا سأصوم ليلة القدر. ليلة القدر يصوم ليلة القدر، ويقول: من صامها كان كصيام الدهر. نسأل الله العافية. هو لا يقول يصوم يوم 27، قال يوم ليلة 27 سأصومها، لأن من صامها كان كصيام الدهر، وقال بهذا. ثم قال بعد ذلك: آخر ما سأكتبه. ماذا كتب؟ قال: أنا سأصوم ليلة القدر كأنني صمت السنة، وهذا كله معكوس. هكذا أفكار أهل الملحدين والعياذ بالله. فقال هذا الكلام وكتبه. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال: لا، فإني يغلبني الجوع وأنا لا أستطيع أن أصوم هذه الليلة، وبالأخير أنا سأكل، وهذا الذي أعطاه الله، أنا ما أستطيع، إذن سأفطر وسأكل في هذه الليلة. قال كلاما خطيرا، قال: لقد ختم على قلبي وطبع عليه، وضيعت فرحة الصيام ليلة القدر. وقال: هذا آخر ما أكتبه ويختم لي به. فشاء الله تبارك وتعالى أنه في عمارة كبيرة وشقق كثيرة سلط الله تبارك وتعالى النار على هذه الشقة فاحترقت، فكانت نهايته أن صار فحما في الدنيا قبل الآخرة، ووجدوها على هذا الحال. والغريب أن العمارة كلها لم تحترق إلا شقته. انظر، ربنا تبارك وتعالى قد يأخذك يا عبد الله بالعذاب
والاحتراق في هذه الدار قبل تلك الدار، لأن عذاب ربنا معروف هو ما سمعتم، لكن القضية تتعلق أن ربنا سبحانه قد يأخذك بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة. انظر ماذا وقع له. إذن أيها الأفاضل، ماذا أردت أن أقول لكم؟ أن فكر الإلحاد يسري في الدنيا، حتى في دول المسلمين، في أي دولة ينشرون هذا الفكر الخطير الخبيث المنتن، ينشرونه في الشباب، والشباب يعتقدونه ويعتنقونه، فهذه مصيبة، مصيبة عظمى. يا لله، كيف لإنسان ينكر من خلقه؟ كيف؟ هذا أمر عجب. حتى الإنسان يصل يقول أن ليس هناك إله، ليس هناك رب، ليس هناك معبود. من أوجد هذا الكون؟ من خلقه؟ من؟ سبحان ربي العظيم. إذن أنا علقت على هذا الإنسان من أجل أن ينتبه كل إنسان لهذا الخطر. فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا الكلام يهتز له عرش الرحمن، كما قال ربي سبحانه في القرآن: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هؤلاء قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لكن هؤلاء يقولون ليس هناك رحمن، هذو مصيبتهم أطم. ولكن هذا الكلام، هذا الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا، رد الله عليهم: لقد جئتم شيئا إدا، يكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سمعتم؟ لا بد أنقذوا أنفسكم يا عباد الله، أنقذوا أنفسكم من النار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على منبره في المدينة يقول: اتقوا النار، اتقوا النار، ويصيح بها حتى سقط رداؤه من على كتفيه: اتقوا النار. ويقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. القضية فيها نار يا عباد الله. كيف أنت تنكر وجود الله تبارك وتعالى وتنهج نهج الإلحاد والنكران والجحود؟ نعوذ بالله من هذا الضلال. ولهذا أيها الأفاضل، انتبهوا، انتبهوا يا شبابنا، وحدوا ربكم واعبدوا ربكم وصلوا صلاتكم واستقيموا على دين الله، فهو الحق والحقيقة، من خالفه ضاع. قال ربي سبحانه: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جعلني الله وإياكم منهم، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم اختم لنا بذلك يا رب العالمين. وأخيرا أيها الأفاضل، لا تغفلوا تجارتنا. الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ هو القائل كما في صحيح مسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10.